كنت انا واختي في البلاد كنسرحوا الغنم، وما كناش كنعرفوا نتكلموا بالعربيه غير الامازيغيه. ديك الساعه كنا باقي صغار، يلاه ديك 6 سنين هكذاك، اختي صغر مني. واحد النهار با عطاني لواحد السيده جات من كازا، حيت هي ما كتولدش، هي وراجلها طاشرون، حتى هما عندنا من البلاد كيجيو لبا. خداوني وداني معاهم لكازا. اختي بقات تما مع والديا، وهكذا بقيت معاهم واحد المده. وقالوا ليها الناس انها تدخلني للمدرسه. ملي داز واحد المده دخلتني للمدرسه، وما كنتش كنعرف، كتهضر معايا غير بالامازيغيه حتى هي في الدار، غير هي وراجلها متدينين، كيمشاو للحج عده مرات، متدينين هما. وهي في داك يعني المحيط اللي هي عايشه كلشي عارفها، كيحترموها، عندهم الفلوس بالنسبه، لان راجلها كيف قلت تاشرون عندهم الفلوس بالنسبه للحومه اللي هما ساكنين فيها ولا اللي كنا ساكنين فيها. المهم دخلتني للمدرسه، وباش نتعلم العربيه كنت كنخرج شويه، مره كانت كتخليني نخرج على باب الدار، كيجيو البنات ديال الحومه وكنبقى نهضر معاهم، وكنا كنلعبوا داكشي. ولكن هي كانت شويه مرا قاصحه بحكم انها ما ولداش، وبغات تربيني، كتربيني فعلا، وكتشري لي حويجات وناكل وكل شيء معاهم. كنتكلم غير بالامازيغيه في وسط الدار، ولكن كنت كنغسل الماعن ونتسخر، كنت كنساعدها في الدار يعني بحال بنتها. ولكن هي كانت قاصحه بالمعامله ديالها معايا. كانت مثلا درت شي حاجه خايبه كانت كتضربني، وملي كتضربني الضرب ديالها في شكال. مثلا كانت كتقرصني في رجليا بواحد الطريقه بحال كتلسعك شي لفعه. هذا هو الضرب عندها، كتقرص بواحد الطريقه غريبه. وكنت ما نقدرش نرد عليها الكلام، اللي اصلا انا ما كنردش. وكان عندها داكشي سبيسيال ملي كتبغي تضرب ني مثلا في شي جهه، دايما في رجليا كتقرصني. واخا كنبكي كانت ما عندها، بحال ما عندها غرض. وهكذا كي دخلت المدرسه كنت كنمشي معاه، هي ما كانتش قاريه وراجلها حتى هو ما كانش كيعرف. كنت كنمشي للمدرسه وكنت كنجيب يعني معدل مزيان بالنسبه لوحده يلا غادي نتعلم العربيه، والله ولا يلا عفوا كنتكلم العربيه. المهم ملي كنجي وكنجيب النتيجه كانت كتوريها للجيران، هما اللي كيترجموا عليها، وكانت كتفرح الا كنت كننجح. واحد المره جا واحد من البلاد وقال لهم بغا يتزوج، ما تكلمات معايا ما والو، جلساتني من المدرسه وبغات تزوجني ليه. ملي سمعتها انا باقا صغيره الله يعني في القسم الخامس، وفرحانه انا بالمدرسه، لان انا في البلاد ما كنتش غندخل المدرسه فين كنا ساكنين حنا، ما كانتش فيها المدرسه. كنت غادي نبدا ولا كنبقى كنسرح الغنم انا واختي. من بعد جابوا اختي حتى هي معانا، ولكن ماشي عندنا حنايا في الدار، داوها لجهه اخرى. المهم مره كنتلاقى انا واختي. المهم ملي جا داك الراجل بغاو يزوجوني ليه، فعلا جلستني من المدرسه. بكيت ما بغيتش، جلستني من المدرسه، ما عنديش حق نقول لا. هما يزوجونو ليه، هو تا هو من البلاد ما كيعرفش العربيه الامازيغيه. المهم سكنونا في واحد الدار وقالوا لنا هاكو صافي، هي هذيك عطاوني ليه، هو ما كيعرفش انا ما كنعرفش، وتزوجنا. يعني حرموني. كنت باغا نقرا، وعجباني القرايه، كنت كنحفظ وتعلمت دغيا. وكنت محبوبه عند المعلمات ديالي، كانوا معلمات بزوج الصباح والعشيه. ولكن هي حرموني من داكشي اللي انا كنت باغا. اولا دارنا يعني امي وبا تحرمت منهم، ما كنشوفهمش. ثانيا عايشه بوحدي معاها، كانت قاصحه معايا. انا من بعد عرفت بان هي بغات لي الخير، ولكن بحكم انها مرة كبيره وما عندهاش تجارب، كان بالنسبه لها هي الضرب والشتم وداك القريص اللي قلت لكم كتقرصني في رجليا هو الحنان، هو انها باغيه لي الخير. ولكن كان داكشي العكس. من بعد انا فهمتها، من بعد الله يرحمها هي ماتت، راجلها تا هو ميت يعني مات بزوج. المهم انا تغصبت في حياتي في الوقت اللي انا تزوجت بواحد السيد ما كنعرفوش، وحتى هو جاي من البلاد ما عارف والو.
قال بغا يتزوج، قالوا تزوج هذيك صافي، انا حيدوني من كلشي، قطعوني من كلشي وتزوجت به. دابا انا ولدت معاه وليدات راه كبروا شي شويه، ولكن ملي كنرجع للوراء بالذاكره كنقول كون بقيت في المدرسه ولا كون بقيت مع والديا كون راه ربما كنت حاجه اخرى. المهم هذا مكتاب عليا وانا جيت غير نعاود لكم. المهم اللهم لك الحمد. كيف كيقول المثل المغربي، احسن من شي وكرف من شي. تبقاو على خير.